السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب جريد 4 مع المنهج الجديد للترم الأول، والنهاردة هنتكلم عن فيديو الجرامر. هنشرح الجرامر في فيديو منفصل يا شباب، وده هيكون معانا طول اليونتس بتاعت المنهج. هنشرح الدروس في فيديوهات منفصلة، يعني كل ليسن كل درس في فيديو، ونفس الكلام هنشرح الجرامر في فيديو منفصل. وهنبدأ النهاردة مع يونت 1 والجرامر الخاص بيونت 1. هنا يا شباب في الجرامر ده بنتكلم على البريزنت سيمبل، البريزنت سيمبل المضارع البسيط. طيب مهم جدا يا شباب ان انا اكون عارف ان الزمن ده اساسي في اي منهج تعليمي، لانه اساسي ومهم جدا وبيكون رقم واحد في اي منهج. طيب الزمن ده يا شباب، اي زمن عشان افهمه لازم اكون عارف فيه اربع حاجات. لازم اكون عارف شكل الفيرب في الاثبات، شكل الفيرب في النفي، السؤال ببدا بايه، واهم حاجه رقم 4 الكي ووردز، الكلمات الداله على الزمن ده. يعني ايه الكلمات اللي انا شفتها اعرف الجمله دي في زمان المضارع، ايه الكلمات اللي انا لو شفتها اعرف ان الجمله دي في الماضي، لو شفتها اعرف ان الجمله دي في المستقبل، وهكذا. فكل زمن ليه كي ووردز، ليه كلمات بتدل على الزمن بتاعه، فبناء عليه بقدر احدد شكل الفيرب، نهايه الفيرب بضيف لها ايه، لو الجمله مثبته، او بنفي ازاي، او بسال بايه. مهم جدا اكون عارف الاربع حاجات دول: اثبات، نفي، سؤال، واللي بيحدد لي الثلاثه ايه، الكي ووردز، الكلمات الداله على الزمن ده. فهنبدا مع بعض النهارده شباب مع اول يونت 1 والجرامر الخاص بيونت 1، واللي بنتكلم على البريزنت سيمبل المضارع البسيط. طيب هنتكلم النهارده في يونت 1 بنتكلم عن حاجتين يا شباب. عندنا الفيرب بتاعي بيكون شكله عامل ازاي مع المفرد ومع الجمع. خلاص. بعد كده في يونت 2 هناخد النفي والسؤال. خلاص كده يا شباب، هو متقسم على 2 يونتس، يونت 1 المفرد والجمع، يونت اللي هو في الجمله المثبته، ويونت 2 بنتكلم على النفي والسؤال. طيب نبدا مع يونت 1 والجرامر الخاص بيها، ازاي افرق ما بين الجمله المفرد والجمله الجمع، واقدر احدد نهايه الفيرب هتكون ايه. طيب يلا بينا على البورد نشرح الكلام ده يا شباب. احنا زي ما اتفقنا بنتكلم على الجرامر الخاص بيونت 1 من جريد 4، وبنتكلم عن زمن البريزنت سامبل المضارع البسيط. طيب نبدا مع بعض يا شباب. انا هنا هقسم البورد لجزئين، عندي هنا لو الجمله مفرد او لو الجمله جمع. يبقى انا عندي هنا هبدا بالمفرد اللي هو السنجلر، بنسميه كده بالانجلش سنجلر. خلاص كده يا شباب. وعندي هنا الجمع، وهنا بنسميه بالانجلش البلورال، الجمع. يبقى انا عندي دلوقتي شباب بتكلم على الجمله المثبته. الجمله المثبته دي هتكون مع المفرد او مع الجمع. طب زي ما احنا عارفين يا شباب، المفرد اللي هو عباره عن ايه، يا فيها يا الجمله بتبدا بهي او بشي او بإت مع ايه، مع الغير عاقل. خلاص كده يا شباب، يا هي يا شي يا إت. والجمع بيكون ايه، بيكون اي او وي او يو او they. خلاص كده يا شباب، ده بالنسبه للمفرد او الجمع. طيب هنا بالنسبه للمفرد يا شباب، انا في المضارع البسيط البريزنت سيمبل بضيف للفيرب ايه لما يكون الجمله مفرد، يعني مع الهي والشي بضيف لها ثلاث حاجات. بضيف في نهايه الفيرب يا اس يا اي اس يا اي اي اس. طب مع الجمع الفيرب بسيبه زي ما هو انفينيتيف مصدر بدون اي اضافات. يبقى انا عندي الاثنين عكس بعض، المفرد بضيف للفيرب اس، الجمع بسيبه زي ما هو مصدر. طيب نشوف مع بعض. احنا اتفقنا ان المفرد بضيف للفيرب ايه يا شباب، يا اس يا اي اس يا اي اي اس. دي النهايات اللي بضيفها في الفيرب. خلاص كده يا شباب. طيب انا امتى بضيف الاس؟ الاس دي بضيفها لو الفيرب اخره ايه، يعني مثلا زي كم، الفيرب هنا اخره ايه، بعمل ايه، بضيف له ايه، بضيف له الاس بس. خلاص كده. طيب انا عندي هنا لو امتى بضيف الاي اس؟ الاي اس دي يا شباب بضيفها لو عندي الفيرب اخره سي اتش او اس اتش او اس اس او اس او اكس. عندي النهايات دي لو جاء اي فيرب بينتهي باي مقطع من دول بضيف بعديها الاي اس. طيب انا امتى بضيف بقى الاي اس؟ لو الفيرب اخره واي، بس بشرط الواي يكون قبلها حرف ساكن، لان الواي اصلا حرف متحرك
بيعتبر من الحروف المتحركه، فلازم اجيب ايه عكسه. يبقى انا دلوقتي عندي في افعال بيكون اخرها واي، بس ركز بقى يا شباب، لو الواي لقيت قبلها حرف ساكن بحولها لاي اي اس، لو الواي لقيت قبلها حرف متحرك بسيبها زي ما هي، بضيف اس بس. فور اكزامبل انا عندي هنا الفيرب stay او الفيرب بلاي، هنا الفيربين دول هنا يا شباب الواي قبلها اي والاي ده متحرك، فانا كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هضيف بس اس، مش هحول الواي. طب لو جبت الفيرب هنا study او try، هنا هعمل ايه؟ هنا الواي قبلها دي ساكن وهنا الواي قبلها ار ساكن، فهعمل ايه؟ احولها لاي اس، فهقولها ايه؟ studies tries. خلاص كده يا شباب بحولها لاي اس. ده مهم جدا بالنسبه للافعال دي المفرد او الجمع. يبقى انا عندي يا شباب في المفرد مع الهي والشي والات بضيف ايه؟ يا اس يا اي اس يا اي اس. اس لو الفيرب اخره ايه، اي اس لو عندي النهايات دي اس سي اتش اس اتش اس اس او اس او اكس. زي ايه؟ زي عندي الفيرب هنا، عندي الفيرب واتش اخر سي اتش هنضيف لها اي اس. عندي هنا الفيرب brush هضيف له اي اس عشان قبل ايه اس اتش. عندي هنا مثلا لو عندي هنا الفيرب fix هضيف له اي اس. خلاص كده يا شباب. عندي هنا لو الفيرب pass اي اس. لو الفيرب go بضيف له اي اس. يبقى انا هاخد بالي يا شباب لو لقيت الفيرب اخره سي اتش او اس اتش او اس اس او اس او اكس بضيف على طول ايه؟ اي اس. طب لو الفيرب اخره واي بس قبليه ساكن بحولها لايه؟ اي اس. ده بالنسبه للمفرد يا شباب، يا اس يا اي اس يا اي اس مع الهي والشي والات. طب الجمع بقى هنا بيكون ايه؟ بيكون infinitive يعني بدون اضافات. زي مثلا ايه؟ اي هنا هقول I come، we stay، you study، هقول they watch، وهكذا. يبقى انا كل اللي بعمله يا شباب مع الاي والوي واليو والذي بجيب الفيرب مصدر زي ما هو بدون اضافات، مع المفرد هي وشويت بضيف له اس يا اي اس يا اي اس، ودي بتعتمد على نهايه الفيرب. لو اخره اي بضيف اس، لو اخره المقاطع دي اي اس، لو اخره واي وقبلها ساكن يبقى اي اي اس. اتمنى يكون الشرح مفهوم. يلا بينا بقى على البورد نشرح من الكتاب اكزامبلز ونفهمها مع بعض. طيب نبدا مع بعض يا شباب. نجيب الكتاب، عندي هنا تمارين هنتدرب عليها عشان نفهم القاعدة كويس جدا، ونبدأ مع بعض نفهمها كده ونشرح. طيب هنا بيقول لي خلي بالكم ان الجمل اللي جنبيها اس بي دي جمل مهمة جدا، لان الاس بي معناها student book يعني من كتاب المدرسة، يعني جمل في غاية الأهمية. طيب نبدأ مع بعض نشوف كل جملة، وده طبعا السؤال اللي بيجي لنا في الامتحان يا شباب، بيجي لنا 4 جمل كلمة بين قوسين ونعمل لها correct، نعمل لها تصحيح. خلاص كده. طبعا نتدرب على السؤال ده بناء على القاعدة بتاعت الايه؟ البريزنت سيمبل. هنا بيقول لي he read books in the morning، هو بيقرأ كتب في الصباح. احنا اتفقنا هنا ان الهي بجيب معاها ايه؟ بجيب معاها يا اس يا اي اس يا اي اس عشان الجملة مفرد. فهنا الفيرب reads هنبقى ايه؟ هتبقى he reads هنضيف له اس، لان المفرد اتفقنا بياخد يا اس اي اس اي اس، يبقى بدل ما هي هي ريد هتبقى هي ريدز عشان مفرد. طيب ذا نيرس، النيرس دي برضو مفرد اللي هي بتاخد الضمير ايه؟ بتاخد الضمير شي، فهقول ينفع اقول ذا نيرس هيلب سيك بيبل؟ لا المفرد اتفقنا بياخد اس فهنقولها ايه؟ هيلبس. بدل ما هي help هنضيف لها اس هتبقى ايه؟ helps. خلاص كده يا شباب عشان مفرد. طيب she do her homework in the afternoon. طب ينفع اقول she do؟ احنا اتفقنا الهي والشي والات بياخدوا يا اس يا اي اس يا اي اس. طب هنا الفيرب اخره او، واتفقنا ان الفيرب اللي اخره او بنضيف له اي اس مش اس، فعشان كده هنقولها ايه؟ هنقولها she does عشان مفرد. طيب he wake up at 6:30 a.m. هنا برضو هي مفرد بياخد يا اس يا اي اس يا اي اس. طب هنا الفيرب اخره ايه؟ هنضيف له اس بس، هتبقى he wakes up
هنضيف لها اس، يبقى بدل ما هي wake هتبقى ايه wakes. طيب they eat a healthy breakfast every day. احنا اتفقنا ان they بجيب معاه الفيرب ايه مصدر اللي هو infinitive، فكل اللي هنعمله هنحذف ing ونخليها they eat. طيب vegetables gave us vitamin they are healthy. هنا vegetables يا جماعه دي فيها اس الجمع، يعني جمع اللي هو مثلا ايه بتاخد they. خلاص كده يا شباب، واتفقنا ان الجمع بياخد مصدر. طب هنا الفيرب gave ده ماضي، عايز ارجعه على الاصل والمصدر، لازم اكون حافظ كويس جدا تصريفات الافعال. فبدل ما هي gave هتبقى give وده مصدر بتاع give. طيب she مفرد اهو sleep for 9 hours every night. اتفقنا ان هي وشي وات بضيف لها اس، بدل ما هي sleep هتبقى ايه؟ هتبقى sleeps هنضيف لها اس. طيب حاتم مفرد اهو، وحاتم ده بياخد هي، خلاص يبقى بياخد اس، يبقى نقول بدل ما هي watch هتبقى ايه watches. طيب اتفقنا ان السي اتش بضيف ايه بعديها؟ اي اس، فبدل ما هي watch هتبقى watches وهنضيف لها اي اس. لازم اكون كويس جدا مذاكر وحافظ النهايات اللي بجيب بعدها اي اس، زي السي اتش زي الاس اتش زي الاو، لازم بعدهم اجيب اي اس. طيب I take in a shower every day. اتفقنا ان الاي بياخد فعل مصدر، فبدل ما هي take هنخليها ايه؟ هنخليها تيك، ولازم اكون حافظ الفيرب صح، فلازم اضيف له في الاخر ايه. ما ينفعش اشيل اي ان جي واكتبها كده من غير ايه، لا مصدر الفعل لازم اكون حافظه كويس جدا. فهنا هقوله تيك. مريم دي بنوته فبتاخد الضمير شي، وهنا شي ار. هنا بقى يا شباب نيجي بقى على فيرب تو بي. هنا بقى لما يجيب لي بقى فيرب تو بي هنا اللي هو بيكون ايه؟ ام او از او ار. حلو كده يا شباب. I am بتيجي مع الاي يعني I am. اس بتيجي مع الهي والشي والات. الار بتيجي مع الوي واليو والذي. دول برضو بيجوا على المضارع البسيط. يبقى لما يجيب لي بي او يجيب لي اي واحده من دول لازم اكون عارف تصريف كل فيرب بيجي مع الضمير ايه. يعني بي في المضارع تبقى ام او از او ار. طب الام بتيجي مع ايه؟ مع الضمير اي ام. طب الاس بتيجي مع الهي والشي والات. هي از، شي از، ات از. طب الار بتيجي مع الجمع وي ار، يو ار، ذي ار، وهكذا. خلاص كده يا شباب. فلما يجيب لي هنا مريم بتاخد شي بتاخد ار، لا شي مفرد بتاخد از، يبقى هنقولها شي از. خلاص كده يا شباب. طيب نصحح بقى الجمل دي. هنا بيقول لي هنا بقى برضو تصحيح. هي ار ينفع الهي تاخد الار؟ لا الهي زي ما احنا اتفقنا بتاخد الاز، يبقى هي از. طيب هنا يارا ان رانا هيلبس. يارا ورانا دول جمع، طالما جمع اللي هم ذي، واتفقنا ان الجمع اللي هو ذي ما بياخدش اس، يبقى بدل ما هي هيلبس هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى هيلب. طب لو كان قال لي يارا بس كنا هنقول هيلبس، طب لو كان قال لي رانا بس كنا هنقول هيلبس، لكن الاثنين مع بعض جمع بياخدوا ايه؟ هيلب. طيب healthy foods gives. هنا foods فيها اس الجمع، يعني جمع الجمع بياخدش اس، يبقى بدل ما هي gives هتبقى ايه؟ هتبقى give. طيب هنا شاف farmers grows، هنا برضو في اس الجمع، فالكلمه جمع، الجمع ما بياخدش اس بياخد مصدر، فهتبقى ايه؟ grow. طيب اخر حاجه شي جو. احنا اتفقنا ان المفرد بياخد يا اس يا اي اس يا اي اس. طب هنا الفيرب اخر او، والاو بتاخد ايه؟ بتاخد اي اس، فاقولها جو واروح ضايف الاي اس هتبقى جوز. يبقى انا عندي الفيرب جو والفيرب جو بياخدوا مع الهي والشي والات بياخدوا اي اس، يبقى جوز ودز. حاولوا على قد ما تقدروا بقى تركزوا وتفهموا القاعده كويس جدا ونتدرب عليها كتير. ده بالنسبه ليونت 1 بنتكلم على شكل الفيرب في المفرد وفي الجمع مع الهي والشي والات ومع الاي ويو ذي. اتمنى يكون السيشن مفهوم والجرامر بتاع يونت مفهوم ونتدرب عليه كتير. اشوفكم على خير يا شباب، بالتوفيق. انا احمد صقر and thank you so much.